مرحبا بكم الناس الكل في قناتكم الرياضية التونسية. قرار مفاجئ من الترجي التونسي ضد 6 لاعبين بعد السقوط أمام الأهلي المصري. قرر مسؤولي الترجي التونسي رحيل 6 لاعبين عن الفريق نهاية الموسم الجاري بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام النادي الأهلي عقب الخسارة هذه بهدف بدون رد في إياب نهائي البطولة القارية الكبرى. وكشف مصدر داخل نادي الترجي التونسي بأنه تقرر رحيل كل من أسامة بوقرة، محمد علي بن حمودة، ياسين مرياح، الدربالي، بن علي وبن شريفية، وبين فما لانتهاء العقود متاعهم ورحيل مجاني والاستغناء وبيع عقود أخرى بسبب عدم حاجة الجهاز الفني لهم خلال الفترة المقبلة وتقديم تقرير كامل برحيلهم عن الفريق. أكد المصدر بأنه باش يجري إبلاغ هؤلاء اللاعبين بالرحيل بشكل رسمي عقب العودة إلى تونس، خاصة وأنه من الصعب إبلاغهم خلال تواجدهم بمصر. تفاصيل المباراة اللي انتهت بهزيمة الترجي في الفينال اللي كنا نتفرجوا فيه، كانت نجم الترجي تعمل مخير، لكن قدر الله ما شاء فعل. كما قلنا في الاخبار متاعنا اليوم، رحيل كل من اسامه بوقره، محمد علي بن حموده، ياسين مرياح، الدربالي، بن علي، بن شريفيه.